السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم هو واحد الكوموند ديال البيتزا، ديال عجينة البيتزا. مهم غادي نشاركها معكم جميع التفاصيل ديالها، وغادي نشارك معكم شحال يمكن لكم تربحوا فيها، ونقول لكم شحال خرجت ليا من وحده، ونقول لكم الكيلو جوج كيلو ونص ديال الطحين شحال خرجت ليا. مهم فيديو مهم. الاخوات اللي اول مره تشوف القناه ما تنساناش من شي اشتراك وشي تفعيل الجرس وشي تعليق زوين محفز. نبداو على بركه الله. العجينه ديال البيتزا. المهم هاد العجينه ديال البيتزا راها عجينه يعني زوينه وكتجي رطبه وهشيشه، ما تندموش الا استعملتوها. المهم انا هنايا كما كتشوفوا عندي 2 كيلو ديال الفورص، 2 كيلو ديال الفورص بالعبار، ونص كيلو ديال الفينو. هاد العجينه الاخوات راها عجينه زوينه وكتجي رطبه ومنقولش لكم عليها. هنا عندي 3 معالق ديال حليب نيدو، عندي 2 معالق ديال الزبده، عندي هنايا زعتر نقيتها ويعني كلشي معروف، 2 بيضات، عندي خميره، زيت الزيتون، ومعلقه ديال الحار كما كتشوفوا، والخميره ديال العجينه ضروري، والملحه. المهم كما كتشوفوا هنا خلطت الطحين ديالي كامل. المهم غادي نقول لكم شحال خرجت ليا، وغنقول لكم يعني كيفاش تربحوا من الحاجه، واش شت لكم فيها شي حاجه ولا ما شتش. المهم الفيديو كله افاده بالنسبه للناس اللي كيبغوا يخدموا الحاجه، انهم كيخافوا كيقول لك لا هذه ما غنربحش فيها، هذه ما غنربحش فيها. ما كايناش شي حاجه كيخدمها الواحد وما كيربحش فيها، غير الواحد يتوكل على الله وما يكون غير الخير. كما شفتوا هنا راني درت نيدو، غنزيد عليه الحار، يعني الحار كيطلق فيها واحد البنه زوينه، يعني بلا ما ديري حتى شي حاجه اخرى من غير الحار هذا اللي كيكون سائل. المهم الاخوات هنايا ضفت 2 بيضات، هنا 2 معالق ديال الزبده، وهنايا الخميره. وكنشكر الاخوات اللي ضافوا عندي جداد، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم عند يوميات انس، ترحب بكم. وكنشكر اخواني واخواتي اللي مشاركه عندي قدام او جداد، كلكم كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وكنقول لكم شكرا على ثقتكم فيا وعلى ثقتكم بمشاركتكم في القناه. وكنقول لي اول مره يشوفوا القناه كنقول لكم نتوما مرحبا والف مرحبا. ما تنساوناش من الى عجبكم المحتوى من طبيعه الحال وعجبكم الفيديو، ما تنساوناش من شي اشتراك وشي تعليق محفز وشي بصيمه. المهم حيتاش انا مؤخرا مبقيتش شاركت معكم فيديوهات الخبز وداكشي، ان شاء الله من وراء العيد، ان شاء الله من وراء سيدنا رمضان غادي نبقى ان شاء الله نشارك معكم داكشي اللي كطلبوا مني. المهم هنا العجينه ماشي غادي ندلكها ولا شي حاجه، غادي نعجنها عجينه عاديه ولكن تبقى رطبه شويه. كما كتشوفوا هاد العجينه راه غنصايبها معكم في الوراقه، على حق علاش قلت لكم هذا الفيديو انه هو زوين ومفيد. راه غادي ندوز معكم البيتزا في الوراقه ديال المخرقه او ديال الشباكيه. هنا راه غادي نديرها في البلاستيكه، يعني ماشي غنبقى ندلك فيها ولا شي حاجه، غنخليها شويه مطلوقه وغادي نديرها في البلاستيكات وغنخليها حتى تخمر على خطرها. ضروري البيتزا ما تخمر، خاصها تخمر، لحقاش ملي غنخدموها راه ما غنخليوهاش مازال تخمر، كتخدم صافي في البلاصه كطيب ديك نص طيبه. هنا راني درتها في البلاستيكه وخليتها ترتاح، نخليها ترتاح شي نص ساعه ولا شنو، تتبان لي راها دوبلت في الخميره وخمرت على خاطرها، عاد باش هذيك الساعات نعاودها يعني كنحيدها من البلاستيكه وكنعاود نديها ونجيبها مازال اللي كنبدا نخدمها. هنا انا كنرش بالفينو باش كتجينا بيتزا ديالنا مرمله يعني ما تجيناش رطبه، ماشي رطبه، يعني تجي كتاكليها وكتحسي بها حرشه في فمك. هنا راه شفتوني دابا كنعاودها وكنديها ونجيبها كتولي متماسكه وكتولي عجينه زوينه. هنا غنقطعها كويرات صغار لحقاش انا غنخدمها في الوراقه الاخوات. الوراقه كتسهل عليك الخدمه، وفي نفس الوقت كيخرج لك عبار واحد
يعني كيخرج لك بيتزات كيخرجوا لك قد قد، يعني متساويين، ماشي وحده غليظه وحده رقيقه. هنا راه كندوز العجينه كلها كنديرها كويرات صغار باش ملي كنبغي نخدمها كتجيني ساهله، وفي نفس الوقت كتكون يعني يعني طابت. كنلولبها بحال شكل اللولب ديال الخبز، بحال شكل اللولب الخبز. انا مرودي انني كيفاش كنقطع المسمن والملاوي. دابا غادي نلولب هاد اللولب عادي بحال غنلولب خبيزات، حيت كلها وكيفاش كيخدم الحاجه. انا شاركت معكم كيفاش كنخدمها انا، وغنقول لكم بشحال غنبيعها. يعني قلت لكم فيديو مفيد، نقول لكم الاثمنه، ونقول لكم شحال خرجت ليا من وحده. نقول لكم هاد 2 كيلو ونص شحال خرج ليا من بيتزا. كيف ما شفتوها راها مقومه وكل شيء، يعني المقادير اللي فيها. المهم انا هنا لولبت العجينه ديالي كامله، خليتها طابت. غنبدا بالاولى اللي انا لولبتها باش تكون طلقات شويه، وكندوز عليهم بحال هكا بالمدلك كاملين، نطلقهم باش يجوني ساهلين في الورقه. نستعمر كان هذه بغيتو ديروا غير بالدقيق الابيض يعني فرص يمكن لكم. المهم انا غير شاركت معكم داكشي اللي خدمت، الكوموند اللي خدمتها شاركتها معكم، وقلت لكم كيفاش كيجيو هاد البيتزات. راه كيجيو ما نقولش لكم الاخوات اللي بغاو يخدموا بغاو يعاونوا راسهم، علاش لا، باش تعرفوا الحاجه يعني اللي فيها شويه ربح راه فيها ربح. الحاجه اللي كتكون يعني فيها شي حاجه مزيانه راه كنقول لكم انا عارفيني، ما كنخبي عليكم حتى حاجه. الحاجه اللي كتكون فيها مازال شويه ربح راه فيها. هذه هي الوراقه. انا حيتاش يعني ما سقطش ليا هنا فوق البوطاجي، ما كاينش نبينها لكم مزيان. انا راه غنخرج الورقه من النمره الاخرانيه الاولى، يعني الغليظه فيهم، حيت كاينه ديك الرقيقه واللي بعد منها واللي بعد منها. انا غنخرجها في اغلظ نمره فيهم، اكبر نمره فيهم هي اللي غنخرج منها انا البيتزا، باش كتجيني عاطيه السمك شويه ولكن ما غليظاش بزاف. انا كنستعمل هذا الاطار ديال البيتزا حيت هما هادو بيتزات فرديين صغار. كنستمر انني كنورق. المهم انا نشارك معكم شويه شويه. انا راه سرعت لكم فيديو باش منها تستافدوا منه وفي نفس الوقت ما يكونش طويل. هنا راه كنستمر كندوز في الوراقه وفي نفس الوقت كنطبع. كتجيكم ساهله وكتخدموا كميه قليله في وقت، كميه كثيره في وقت قليل. ما مالك هاد الكميه راه كتخرج، راه غنقول لكم شحال خرجت ليا من وحده. وفي نفس الوقت كتستغل الوقت ديال هاد الوراقه، حيت انا ملي كنشوف شي حاجه جديده كنبغي نشاركها معكم. انا فايت ليا شفت هاد الطريقه شفتها في واحد القناه وعجبتني ديال الوراقه، وبقيت كنستعملها من العام اللي فايت، وهذا العام حبيت نشاركها معكم باش تعمل فائده كلشي يستافد. كاين اللي عنده الورقه وما كيستافدش منها. هنا راني المهم كنحط كلشي وكنبقى نطبع بالوحده بالوحده، وهذيك الحاجه اللي كيبقى لي راه كنعاود نجمعها ونعاود نورقها. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم تستافدوا منه ويكون مفيد، ونكون كنجيب لكم شي حاجه مفيده اللي كتستافدوا منها. واخا انني ما كنلوحش فيديوهات بزاف، ولكن وقت ما جا الخير كينفع. هنا راه كما شفتوا راني خدامه كنورق. هنا راه صافي عمرت نعمر الطاوه. هنا عندي طاوات كبار لحقاش عندي الفران كبير ديال اللي كنطيب فيه الخبز ديال البيع. هنا كنستعمل هاد المشطه، هاد الجراره ديال البيتزا. الصراحه كتجي ساهله وكتسهل عليكم بزاف بزاف. يعني دغيا كدوزي دوزه وحده ما كتعاوديش. هذه كنصحكم بها انكم تستعملوها وانكم تشروها، راه ما غالياش بزاف. وكنشكر اختي هي اللي جابتها ليا، نقولها شكرا بزاف بزاف حيت هي اللي جابت لي هاد ديال البيتزا، مش طاوله جراره ولا شنو هي، مهم ديال البيتزا. هنا هاد الطاوه هي طابت ليا، مع كندير لها غير نص طيبه وكنخرجها كنخليها بحال كتبقى بيضه وكنخرجها.
صدقوني كتجي رطبه وهشيشه. الا جربتوها ما تندموش. بغيتو ديروا بكميه قليله راه يمكن لكم ديروا كميه قليله. هذه ثاني الطاوه الثانيه اللي مازال غندخلها الفران، حيت كندخل طاوه وكنخرج طاوه. طيب وحده ونخرجها ونعمر. هذا مع انك في الوراق راه دغيا كتبرقي. وفي الطياب شويه ما كتجهديش الفران، كيكون الفران اعلى المهل. هنا راه كل طاوه هازه لي 28 بيتزا، 28 حبه ديال البيتزا ديال العجينه. هنا راني مستمره نطرق، نثقبهم او ندوز عليهم الجراره. كيجوا ساهلين وما كيتنفخوش لكم في الفران. ضروري البيتزا ما باش ما تنفخش في الفران. كدوزي ما كتعاوديش البصل اللي دزتي عليها، ما كتعاوديش ترجعي لحقاش راها يعني كتقب في البلاصه. وهنا الاخوات انا طيبت العجينه ديالي كلها. خرجت ليا 95 وحده، خرجت لي 95 حبه. والبيع ديالهم ب30 ريال الوحده، 30 ريال الوحده. وخرجت لي 95 تبارك الله. يعني راه تما داك فضلها تبارك الله راه مدوبل. ونتمنى يعجبكم الفيديو تكونوا استفدتوا منه. ولا عجبكم ما تنسونيش من شي تعليق محفز وشي بصمه. واللي ما مشتركش في القناه يشترك باش يوصلوا كل جديد من عند يوميات انس. لا من خبز ولا من ملوي ولا من اي حاجه. وانا كنجاوب على اي وحده. وانا اي حاجه سولتوني عليها نجاوبكم على العين والراس، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. وغنقول لكم الى هنا راه سال الفيديو ديالي، ومع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله. وتبقاو على خير. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم. تبقاو على خير.